شوفوا الشعوب العربية ما حدا في فك الارتباط بين من المحيط للخليج. ليه؟ لأنه ارتباط مصاهرة، ارتباط عقائدي، ارتباط ثقافي، ارتباط لغوي، ارتباط ديني، ارتباط عاطفي. كل هذا الارتباط ما حدا بيقدر يفرق بينه أو يفك هذا الترابط الإنساني. قد ما تتآمروا على أوجاع الأمة العربية وتفرقوا فيها بتضل الدم بحن. يعني سبحان الله. رسالتي لراشد الغنوشي، للطحان راشد الغنوشي، للعميل الصهيوني راشد الغنوشي، وخليه يسمعني منيح، ولا خايف لا منك ولا من عملاء قطر ولا من عملاء الخليج ولا من أموال الخليج ولا كل شيء فيه مرتزقة بالعالم. أنا معي الله. رسالة من شاب تونسي: يا ثورة الديمقراطية، انتو اللي مش مسترجي شاب تونسي يعطي اسمه على الانترنت والا بتجوا تشدوه كله بأسماء مستعارة. هذه هي ثورة البوعزيزي، ثورة الحرية. أشعل نفسه وأشعل معه العالم العربي، لعنة الله على هذيك الساعة. أشعل فتيل الثورة، ثورة الحرية الديمقراطية والعدالة ورفض الزبانية. بفل زين الهربانين وليلى بيجي جبالي ورشيد عمار المجرم، وبيجي هو وصهره وجوز بنته وجوز ابن عمته ومراته الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومرته ال50. مشكورين يا جماعة. الخليجيين يدخلون إلى صحراء تونس لاصطياد الغزال وطائر الحبارة، ويقولون أنه له فوائد جنسية. ممتاز جيد. مع أنهم مهددين بالانقراض. حكومة تونسية تعتزم قرار إلغاء الفيز، التأشيرات عن الخليجيين، ما عادش بيدخل بدون فيزا. كمان الحكومة التونسية ستوقع عقود سرية، أو بعض أطراف الحكومة التونسية ستوقع عقود سرية لدفن نفايات سامة بصحراء تونس. مبروك. تدمير للبيئة بشكل رائع. الشغله الثانيه، اعلن السيناتور الامريكي المستقل جو ليبرمان الخميس في تونس ان مواقف اسلاميه حزب النهضه الذي يترأس الحكومه التونسيه لجهه احترام الديمقراطيه تشجع الولايات المتحده على تقديم مزيد من المساعدات الى تونس. وابدى ليبرمان تفاؤله بتصريحات قاده النهضه الصهيونية على صعيد احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية وقال في مؤتمر صحفي: حتى الآن فإن سلوك وأعمال من انتخبهم الشعب في تونس كانت مشجعة إلى حد بعيد. وأضاف معه أعضاء آخرين: يعني نريد تقديم المزيد من المساعدات. بعد ما تدمروا اقتصاد تونس بدهم مساعدات، بعد ما قضوا على القذافي وقتلوه بده يعطوا مساعدات، يعطونا كم مليم. وأضاف أن الجيش التونسي سيتلقى مساعدات الأمريكية إضافية بهدف حماية أمن الشعب. كثير ممتاز. والتقى ليبرمان الخميس رئيس التونسي المنصف المرزوقي، النص المرزوقي، ورئيس الوزراء حماد الجبالي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك خلال زيارته الثانية لتونس منذ الإطاحة بزين الهربانين. ويتولى حزب النهضة الإسلامي الذي فاز في الانتخابات تشرين أول تشريعية الحقائب الرئيسية في تونس الائتلافية التونسية مع حليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل. اعتبر ليبرمان أن الإسلاميين التونسيين يسدون خدمة كبيرة للعالم الغير إسلامي أو عالم الغير إسلاميين إذا وصلوا إلى السلطة وواصلوا تبني النهج نفسه. يا سلام يا سلام على الديمقراطية، روعة. هون بين مزدوجين. انتم ما قلتوا ابو عزيزي حرق نفسه وعملتوا ثوره واشعل ثوره وهي، ليه ما بتعملوا ثوره ثانيه مثلا؟ انتم ليش ما بتقوموا بثوره ثانيه؟ اقتصاد راح، صناعه ما في، زراعه ما في، التهميش بعده بجنوب، كل شيء بعده مثل ما هو على اخره، على اضرب لورا. هلا اي واحد بده يقول لي ليش عم تتدخل؟ بدي اقول له بدي اتدخل كل ما هو راشد الغنوشي عم يحرتق بالنظام السوري، بامن سوريا اللي ما بحق له يحكي عنها كلمه، لانه لو انه سيد نفسه كان بيقول ارحل. مينك انت يا راشد الغنوشي لا تقول للنظام السوري ارحل؟
ارحل انت، الشعب ما بده اياك. واذا صوتت للنهضه 1,300,000 من اصل 11 مليون تونسي، مش هذا التمثيل الحقيقي. التونسيين مش ممثلين، وهيدي رسائلهم عندي الاف الرسائل من التونسيين. ما تقول لا كاني ولا ماني، بدي اتدخل محل ما بدي انا، وبدي احكي مثل ما بدي. وهلا بعدنا عم نحكي معك بالادميه قبل ما نبلش نفضحك على الثقيل. لا فرقه معي لا منك ولا من الاعلى منك ولا من الاكبر منك. اسمع كلمتين، لا تتخبى لا بالعبايه ولا باللحيه ولا تحت اسم الاسلام، وانت اكبر كفري وزنديق صهيوني قطري، ومعروف شو دوركم، كلكم سوا اوسخ من بعض. مبروك على تونس وعلى ثوار تونس التآمر على ليبيا وقتل العقيد سيدكم. مبروك عليكم اسقاط ليبيا بهيدي الفوضى. مبروك عليكم نشر التكفير في شمال افريقيا. مبروك عليكم التآمر على سوريا. مبروك عليكم جلب حكومة الفتاوى الشرعية اللا شرعية. 4 نساء ألف مبروك، و72 امرأة ألف مبروك، و667 جارية فاصل 2 ناطرينكم بالسما السابعة كمان ألف مبروك. خدوها مني، هيدي هي ثورة البو عزيزة اللي أنا حكيتكم عنها من أول ما بلشتوا تسبوا بالقذافي، لأنه قال ما فيش أحسن من الزين. لما قال القذافي ما فيش أحسن من الزين كان عارف وين بدك توصلوا، لأنه هو القذافي رجل عصر وزعيم. يعني القذافي ما كانش عم يدافع عن زين لأنه بحب زين وبيعرفوا لزين إنه عميل صهيوني هو، ولكن عم يدافع عنه للزين، أو عم يقول لكم ما فيش أحسن من الزين لأنه المستهدف هو ليبيا ومصر وشمال أفريقيا كله، ومن بعد استهداف العالم العربي كله. انتوا دغري اخذتوا موقف من القذافي لانه قصر عقل او تفكير المواطن العربي، دغري بياخذ الامور لانيتها لساعتها يعني، وبيقول لك ليك انه ما بده ايانا نتحرر. طيب تحررتوا هلا تحرروا، كفوا تحرر. يلزمكم ثوره ثانيه على الاوباش هولي. وراشد الغنوشي راح نستضيف معارضة تونسية بكل أطيافها، وراح نساعد التوانسة الأحرار والقوميين العرب وكل القوى اليسارية وكل هيدا. إذا ما بتفك تآمر عن سوريا وتحل عن صرماية سوريا بتشوف شيء ما بيعجبك يا راشد الغنوشي، يا تافه يا صهيوني. لعنة الله عليك ولعنة الله على مذهب الرسم تاع ابوك الكلب.